السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن البيزنس موديل وازاي تعمل بيزنس موديل ليك، ترسم خطه للبيزنس موديل بتاعك. البيزنس موديل هي خطه بتترسم عشان تقدر تفهم ازاي البيزنس ده هيشتغل وازاي هيولد ارباح، كمان ايه القيمه والفاليو اللي هيقدمها للمجتمع. البيزنس موديل لازم يجاوب على الاسئله الاساسيه زي طريقه الربح وطريقه النجاح في السوق. الاول خليني اعرفك بنفسي، انا احمد هريجي، السي او لكومباك ميديا. احنا شركه تسويق وتطوير اعمال. تاني حاجه حابب اضيفها ان في تمبلت جاهزه تلاقيها في اللينك تحت، تقدر تنزلها على طول وتشتغل عليها. دول التسع عوامل اللي لازم تكون في اي بيزنس موديل. اول حاجه الكاستمر سيجمنتس، مين هم عملائك وايه هي صفاتهم وخصائصهم، وهل ممكن الشركه تخدم اكتر من جروب عملاء. لازم بتحدد الجمهور المستهدف، وده هيساعدك تصمم المنتج او الخدمه بناء على احتياج الجمهور اللي انت بتستهدفه، وتقدر تشوف فيديو تحديد الجمهور المستهدف من هنا. تاني حاجه value proposition، ازاي هتقدم المنتج والخدمه للعميل، وايه القيمه اللي هو هيستفيد بيها لما يشتري المنتج او الخدمه بتاعتك، ايه الفوائد والاختلافات اللي هتفرقك عن السوق وعن المنافسين. برضه هتلاقي احنا عاملين فيديو عن الفاليو بروبوزيشن تقدر تشوفه برضه. تالت حاجه channels، وهي الطرق اللي هتتواصل بيها الشركه مع العملاء. كمان بنحدد قنوات البيع وقنوات وطرق التوزيع اللي هيتم من خلالها بيع المنتج ووصوله للعميل. رابع حاجه customer relation، دي من اهم الاستراتيجيات اللي لازم تتبنى مع البيزنس موديل، وخاصه في الوقت الحالي لان المنافسه زي ما انت شايف كده شديده. لازم تحدد الكاستمر ريليشن وازاي الشركه هتتعامل مع العملاء، وايه ليفل خدمه العملاء اللي الشركه بتاعتك هتقدمه. تاني حاجه الكاستمر اكوزيشن، ازاي الشركه هتدخل وتجذب عملاء جداد. تالت حاجه الكاستمر ريتنشن، ازاي الشركه تقدر تحافظ على العملاء الموجودين حاليا في الشركه وتحافظ على عملائها. بعد كده خامس حاجه الريفينيو ستريم، ايه الطرق اللي الشركه ممكن تكسب منها وتحقق ارباح. ولازم تحدد الطرق اللي الشركه هتكسب بيها من العميل، هل عن طريق بيع منتج معين، ولا عن طريق بيع خدمه معينه، ولا عن طريق سبسكريبشن. لازم تحدد الريفينيو ستريم بتاعك. سادس حاجه الكوست ستراكشر، وهنا بتحدد تكاليف الانتاج والخدمه. تكاليف الانتاج بدايه من الانتاج لحد وصول المنتج للعميل، ده بيتضمن التكاليف الثابته زي المرتبات، الايجار، ويتضمن تكاليف متغيره زي الماتيريالز اللي هي المواد الخام وتكاليف التسويق. سابع حاجه الكي ريسورسز او الموارد، وهنا بتحدد كل الموارد اللي انت محتاجها عشان تنتج المنتج او تقدم الخدمه للعميل، وبتكتب الاصول والمعدات والمواد الخام والتكنولوجيا المستخدمه وكمان الموارد البشريه العامه. تامن حاجه الكي اكتيفيتيز، وبتكتب المهمات والتاسكات اللي الشركه او الافراد هيقوموا بيها لانتاج المنتج او تقديم الخدمه، زي التصنيع، التسويق، التوزيع، خدمة العملاء، وكل النشاطات دي. تاسع حاجة كي بارتنرز، وهنا بتحدد الشراكات اللي هتقوم بيها مع شركات تانية وايه مدى الاستفادة اللي انت ممكن تستفاد. ضروري يبقى ليك شراكات مع شركات تانية بتخدم نفس فئة العملاء، ده بيسهل عليك جدا وبيفتح لك سكك كتير. على سبيل المثال ممكن ويدنج بلانر يتعاقد مع فلورست او حد بيعمل ورد، بحيث ان الاتنين يستفيدوا من بعض لما يبقى في فرح او اوردر جديد. نيجي للموضوع اللي بعد كده، انواع البيزنس موديل او التايبس اوف بيزنس موديل. اول حاجه الريتيل، او المحل اللي بتقدر تبيع فيه منتجات، غالبا بتبقى شاريها من مصنع او تاجر جمله. تاني حاجه التصنيع، وهو المصنع او الورشه اللي بينتج منتج معين وبيوزعه على تجار الجمله او اصحاب المحلات. تالت حاجه الفي فور سيرفيس او مقابل الخدمات، وهنا بتدفع لشخص يقدم لك خدمه معينه مره واحده فقط، زي المحاسبه او المحاماه. يعني في بعض الاوقات ممكن بتستعين بمحامي عشان يرفع عنك عن قضيه، وبعد ما القضيه دي بتخلص خلاص هو الراجل بياخد اتعابه وبينتهي دوره لحد هنا، وبينتهي التعاقد ما بينكم لحد هنا. بعد كده عندنا السبسكريبشن، وهو نظام الاشتراك مقابل خدمه معينه. العميل بيشترك في الخدمه اللي انت بتقدمها سواء شهريا او سنويا، وبقينا بنشوف الموديل ده كتير بسبب الخدمات اللي بتقدم اونلاين دلوقتي وكلها معتمده على السبسكريبشن. على سبيل المثال عندك انغامي او شاهد، ده موديل سبسكريبشن. في عندنا الفريميوم، بزنس موديل منتشر بره وبدا ينتشر في مصر، وهي انك تدي للعميل جزء مجاني من الخدمه بتاعتك او فيرجن مجاني من الخدمه بتاعتك، وهو بعد كده لما بيجرب الخدمه بتاعتك وبيلاقيها كويسه بيبدا يشترك في الفيرجنات المدفوعه او الاصدارات التانيه المدفوعه. من اشهر الامثله على الاطلاق في موضوع الفريميوم هي لعبه كاندي كراش، اللي بدات في اول ظهورها على الفيرجن المجاني، وبعد كده بدات تعرض لعملائها اشتراكات مدفوعه بحيث ان هم يعملوا ابجريد الفيرجن بتاعهم ويبقى فيه ليفلات اكتر ويبقى فيه محاولات اكتر. ويقال ان كاندي كراش وصلت بالفريميوم بتاعها
البيزنس موديل بيحقق فوق ال 500 ألف دولار يوميا مقابل الاشتراكات اللي الناس بتشتريها. ده في مقابل ان الفيرجن المجاني كان قوي جدا لدرجة ان الناس حبته وبدأت تدمنه، وبعد كده بدأوا يشتركوا في اللعبة عشان يحصلوا على الفيرجن المدفوع. في شركات بتقدم الكذا موديل دول مع بعض، الفريميوم والسبسكريبشن، زي انغامي اللي بيقدم لك نسخة فري، فيرجن فري تقدر تشتغل عليه عادي بس بيكسب من الاعلانات. وفي الفيرجن المدفوع العميل ما بيجيلوش اعلانات ويبقى ليه فيتشرز زياده وخصائص زياده. بعد كده البندلنج، وهو انك تجمع كذا منتج مع بعض في شكل بندل او باكج وبتبيعه على هذا الاساس. في الحاله دي انت بتوفر تكلفه التسويق، يعني انت ما بتدخلش عميل لكل منتج، انت بتلم كذا منتج في بعض وبتسوقهم او بتبيعهم لعميل واحد، وبيتم بيع المنتجات دي في شكل بندل واحد او باكج مع بعض. بعد كده عندنا الماركت بليس موديل، بيتم استضافة شركات ومنتجات كتيرة على ماركت بليس واحد بهدف تسويقهم وبيعهم كلهم. طبعا بيوفر تسهيل للبيع الاونلاين، ومن الامثله المشهوره ليه امازون واي باي. بعد كده عندنا الافلييت، وهو الشركات بتتعاقد معاهم عشان يسوقوا لهم منتجاتهم وخدماتهم. كل افلييت ليه طريقه التعامل الخاصه بيه، يعني في ناس بتقبل مبلغ ثابت، في ناس بتبقى عايزه عموله او نسبه مئويه من مبلغ المبيعات وهكذا. طبعا مثال مشهور اللي هو الانفلونسرز والبلوجرز دلوقتي المنتشرين، بالرغم من اعتراضات الناس على البيزنس موديل ده الا ان هو قطاع كبير والعدد الناس اللي شغالين فيه مش قليل. بعد كده عندنا الفرانشايز، هدفه التوسع والانتشار في اماكن وبلدان مختلفه، وبيتم الاتفاق مع الاشخاص على بناء فرانشايزز مختلفه في اماكن مختلفه وبمعايير محدده الشركه بتحددها مقابل نسبة مئوية من الأرباح. وآخر بيزنس موديل معانا وهو البروكري أو الوساطة والسمسرة، وهنا بيبقى في حد وسيط بين البائع والمشتري وبياخد نسبة مئوية من المبلغ المدفوع في الصفقة. ومن أشهر المجالات المنتشر فيها الموضوع ده طبعا العقارات. ده البيزنس موديل وإزاي تقدر تعمله، ودي أشهر التايبس اوف بيزنس موديلز. لو عجبك الفيديو تقدر تعمل لايك، احنا بنفهم الناس ونوعي الناس عن التسويق والبيزنس. ما تنساش تدون التمبلت اللي احنا عاملينها من اللينك اللي تحت بحيث ان انت تقدر تستفاد بيها.